بقول لكم ايه؟ في موقف ضايقني قوي لما شفت بنت بتقول امي بتضطر تزعق لي قدام اي حد او بتتعمد تزعق لي قدام اي حد. عشان كده انا عملت الفيديو النهارده عشان اقول رساله لكل ام بتسمعني بقى، سواء لبنت او ولد، كلهم واحد في التربيه. عايزه اقول لك في الفيديو ده ما تسمحيش ان انت تزعقي لاولادك قدام حد. ما تجامليش حد يا جميله على حساب ولادك. تحت اي ظرف ما تسمحيش لحد ان هو يزعق لاولادك اصلا وانتي قاعده. لكن برضو ما تسمحيش بالغلط وتبص لهم وتقول لهم ان في حساب، بس الحساب يكون منك مش من حد غريب قاعد. حساب منك انتي مش من غيرك، عشان على الاقل ابنك ولا بنتك يطلع عنده شخصيه قويه، ما يطلعش مهزوز. مش اي حد يلطش فيه والسلام وانتي قاعده. كون ان حد يزعق له ولا يحاسبه وانتي قاعده هيحس ان هو ما عندوش ثقه بنفس، ولا هيكون عنده شخصيه اصلا، هيحس ان هو ملطشه، في حين ان الامان بتاع امه ولا ابوه قاعدين. او عيالك ما تخافش من اي حد، ان في حين ان اي حد يشخط فيها. في عيال من اقل شخطه لو انت بتشخط في حد ممكن يخاف، لانه اتعود ان هو يتهان قدام اي حد وبالذات امه وابوه. اولادك خط احمر. انا مش هقولك كده بس، ده انا هقولك اولادك خط احمر. ما تجامليش حد على حساب ولادك وانت قاعده وتقولي ده طنط ولا خالته ولا خاله، حسابهم منك انت بس. يعني ما تتحرجيش تقولي لحد وانت قاعده صوتك ما يعلاش على ولادي. ايوه، صوتك ما يعلاش على ولادي وانا قاعده، ولا يعلى عليهم خالص. انتي الامان لهم، عارفه لو فقدوه مش هيحسوا بامان مع اي حد تاني. لو فقدوه في وجودك، ما بالك بقى احساسهم وانتي مش موجوده هيبقى شكله ايه؟ ما تخلوش ولادنا يفقدوا امانهم من هم صغيرين ويبقوا شخصيه ضعيفه، هيعود عليهم بعد كده ان كانوا رجاله ولا ستات. الست هتفتح بيت وتبقى ام، شخصيتها المهزوزه هتورثها لاولادها، والاب هيبقى برضه شخصيته ضعيفه وهيورثه لاولاده وزوجته، وهيبقى الحياه خلطبيطه بالصلصه واحنا السبب. ما تجامليش حد على حساب ولادك. دي نصيحتي النهارده في الفيديو لكل الامهات. سيبيلي كومنت حلو واعملي متابعه ولايك.